فيكم راديو ستار اف ام. انا بيان خليل، لجنه تدريب من كونغرا ستار. حابه احكي عن المراه شوي، عن زواج القاصرات شوي، عن العنف اللي عم تتعرض له المراه كمان شوي. يعني حابه بس اعطي هيك كم فكره عن الموضوع. حابه نبلش اول شيء بالقائد عبد الله اوجلان، شو عمل لهي المراه، وثورتنا هي ثوره المراه. هو حكى هذا الحكي، قال ثورتنا ثورة المرأة، والمرأة الأكثر جمالا هي المرأة التي تعيش بحرية أكثر. وحكى كمان إنه حرية المرأة من حرية المجتمع. فأنا بدوري يعني كلجنة تدريب قدر الإمكان عم حاول وعي النساء، عم حاول ثقفهم، وأنا مع فكرة إنه الطفل يعني إنه حرية المرأة تنتشر من الصغر، يعني يبلشوا من المدارس إنه هاي المرأة لازم ما تتعرض للعنف، ممنوعة هاي المرأة تعيش ضمن إطار الذكوري، يعني ضمن القفص الذكوري، لازم تكون حرة من هي وصغيرة، لازم تاخذ قرارات من هي وصغيره. يعني هذا اكثر شيء فيني احكي. يعني فاهمين كلمه الستر غلط. يعني انا مستوره وانا عم اشتغل، انا مستوره وانا عم اصرف على حالي، انا مستوره وانا انسانه حره، انا مستوره. يعني هذا تفكير الستر كله غلط بغلط. يعني كيف يعني تزوجي لتنستري؟ ليش هي عند اهلها مو مستوره مثلا، اهلها ما فينهم يستروا عليها مثلا؟ فهذا التفكير كثير غلط. أنا بنصح كل العيال اللي عم تزوج بناتها بسن القصور إنه حرام، هذا الشيء حرام أول شيء، لأنه رح تعاني، ممكن توصل معها للانتحار. يعني ممكن هي البنت الصغيرة يصير معها اكتئاب، قلق، اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالأكل، يصير معها عصب. يعني آخر شيء رح تطلق وترجع على بيت أهلها، ترجع. يعني وين الستر بالموضوع؟ يعني وين كلمة الستر ضلت؟ تطلق وترجع لبيت أهلها، فراحت كلمة الستر. فأنا ضد مفهومية إنه تتزوجي لحتى تنستري. الستر مو هيك. الستر بالثقافة، الستر بالتفكير، الستر بالوعي، الستر بالثقافة، الستر إنه المرأة تطلع تشوف، تخالط المجتمع، تخالط البيئة، تخالط الناس، تكون امرأة حرة، تقدر تصرف على حالها، تقدر تربي عيلة، تقدر تربي جيل، تقدر يعني تطالع جيل مثقف ما عنده هذا المفهوم الذكوري. سبب الانتحار لحد هلا اصلا نصه من الخوف من العقاب والصمت. يعني الصمت اللي عم يصير انه عم يخبوا انه هاي المرأة انتحرت لسبب معين، انتحرت لانه عم تعاني من ضغوط نفسية. طيب هاي الضغوط النفسية من وين عم تجي؟ اكيد عم تعاني بالبيت من ضغوط نفسية، اكيد عم تعاني مثلا بشغلها من ضغوط نفسية، اكيد عم تتعرض للتعنيف الجسدي. اذا ما تعرضت للتعنيف الجسدي عم تتعرض للتعنيف النفسي، اللفظي، الحكي البذيء اللي بتواجه لها كل يوم، لحتى تنكسر معنوياتها وتنهبط معنوياتها وما تقدر تعطي شيء للمجتمع. يعني الانتحار لحد هلا موجود، وفي نسوان كثير، نساء بالعالم عم تنتحر، بس ضمن الصمت الدولي والعقاب اللي ما عم يتنفذ عم تكتر هي الحالات. يعني اذا مرة انتحرت وتعاقب الشخص المسؤول عن هذا الشيء بأشد أنواع العقاب، الشعب إجباري لحاله رح يخاف، رح يهاب، رح يقدر يعني يستوعب فكرة إنه هو ما يظلم مرته أو بنته. يعني مو شرط تكون المرأة المتزوجة، احتمال طفلة. سمعنا ياما بحالات بنات بكالوريا، بنات صف 11 عم ينتحروا. طيب شو هي الأسباب اللي ممكن تخلي هي البنت تنتحر؟ يعني اكيد عم تعاني من ضغوط نفسيه، ان كانوا اهلها، والمراه المتزوجه اكيد عم تعاني من ضغوط نفسيه، يا من زوجها يا من بيت اهل زوجها. كيف فيها تبعد؟ بالثقافه، بالمشاركه بالحياه الاجتماعيه، تكسر تكسر هي القيود، تطلع من هذا الاطار الذكوري، تتحدى نفسها قبل ما تتحدى المجتمع وتتحدى الرجل. يعني تتحدى نفسها انه انا انسانه مثلي مثل الرجل، فيني اشتغل، فيني صير شخصيه مثلا اقدر ادافع عن حالي، فيني
يعني فيني اصرف على حالي بدون الرجل، فيني اعتمد على حالي بدون الرجل، فيني وصل لمراكز، وفي كثير نساء وصلت لمراكز كبيرة بالمجتمع وتحررت وكسرت هاي القيود ووصلت لأعلى المناصب وصارت تعطي للمجتمع. يعني المرأة مو نصف المجتمع، المرأة هي كل المجتمع. كلمتي الأخيرة لكافة النساء: الحرية ثم الحرية ثم الحرية ثم الحرية. والحرية ما بتنفهم غلط مثل ما عم يقولوا بالمجتمع انه انتم فهمانين الحريه غلط. لا، الحريه بالثقافه، الحريه بالتفكير، الحريه بالعمل، الحريه انك تخاطي المجتمع، الحريه انك تعرفي تشتغلي. يعني في نساء ما فيها تروح لحالها من هون للقامشلي، في نساء ما فيها تروح تشتغل بورقه. هاد كله شو؟ هاد كله لانها عايشه ضمن القفص الذكوري. فأنا يعني كلجنة تدريب عم حاول قدر الإمكان إني أكسر هذا الحاجز عند النساء، عم حاول أساعدهم بهذا الموضوع، إنه أنت امرأة حرة، أنت امرأة حرة. طب عدت بأول اللقاء إنه من أجمل ما قال القائد إنه ثورتنا هي ثورة المرأة، والمرأة الأكثر جمالا والأكثر يعني نشاطا يعني هي المرأة الحرة. هذا أكثر شيء ممكن أحكي بهي الفقرة.